مساء الخير عليكم، ورجعت لكم فيديو جديد وحوار جديد من النرويج إلى مصر. النهاردة بصراحة أنا راجعة أتكلم على حوار مهم جدا. الحوار اللي أنا راجعة بيه النهاردة هيكون عن المذيعة المحترمة اللي طلعت تقول إن هي بتوثق ذلها لربنا ودعواتها لربنا من عند الكعبة. ومشكلتهم بقى إن هم في آخر كلامهم دايما يحسسوك إنك غيران منهم. الواحد عمل عمرة ولا عمرات كتير بصراحة، يعني أنا عملت عمرة كتير جدا وحجينا. يعني حاجة مش بعيدة علينا، يعني الموضوع مش موضوع غيرة. بس اللي أنا مش فاهماه بقى صحيح، يعني أو اللي أنا مش فاهماه آه من الموضوع اللي هما بيعملوه ده، ليه الناس بتبقى عندها وقت أو بيبقوا حاسين إن هما محتاجين إن هما يفتحوا الكاميرا ويوثقوا أي حاجة هما بيعملوها ما بينهم وما بين ربنا. يعني لو انت بتصلي مش محتاج ان انت تفتح الكاميرا وانت بتصلي عشان الناس تعرف ان انت بتصلي وتدعي ربنا. لو انت بتحج انت مش محتاج ان انت تفتح لنا الكاميرا وتورينا ان انت بتدعي ربنا وبتتذلل لربنا وبتوثق اللحظات دي ما بينك وما بين ربنا. الناس المؤمنين المحجبين وبالذات المذيعات المحترمات اللي بيطلعوا يعملوا برامج دينية، وطبعا كل ده ضحك على الدقون، لان انتوا لو فاهمين العلاقة ما بين ربنا والبني ادم هتعرفوا ان هي علاقة خاصة جدا 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 جدا. انا لو انا بصلي مش محتاجة ان انا احط الكاميرا عليا وانا بصلي عشان اعرفك ان انا بصلي. لو انا راح اعمل عمرة مش محتاجة ان انا احط الكاميرا عليا واوريك ان انا بدعي ربنا ولابسة لبس العمرة ولابسة لبس الحج. آه ومعايا مين في الحج ومين اللي طالع معايا ومين اللي عارفين. آه انتوا لو رجعتوا لفيديوهات مصطفى محمود، الدكتور مصطفى محمود لو تعرفوه، طبعا اكيد في ناس كتير قوي مننا عارفينه، كان بيقول كده. له فيديوهات كتير جدا على السوشيال ميديا دلوقتي وناس كتير بينشروها علشان اللي احنا فيه ده، علشان الوضع اللي احنا فيه ده. ما بقاش فيه احترام للدين، ولا بقى فيه احترام للخصوصية، ولا بقى فيه احترام للعلاقة ما بين البني ادم وربه، ولا بقى فيه. انتوا بوظتوا الدنيا كلها بجد والله. انتوا ناقص تعملوا ايه تاني؟ يعني حد يقول لي انت ناقص ان انت وانت قاعد بتصلي في بيتك تحط لي الكاميرا عليك عشان اشوفك انت بتصلي كام ركعه وبتصلي ولا لا، علشان اللحظات اللي ما بينك وما بين ربنا لازم تتوثق. في ناس بيقولوا كده. ف الموضوع غريب شويه. ده موضوع الحج والعمره وحبة المشخصاتية اللي بيطلعوا ينشروا الفساد، لان دول ما يعرفوش اي حاجة خالص عن الدين. اللي بيقعدوهم عندنا في البرامج وبيعملوا لهم برامج خاصة ليهم عشان يكلموا عن الدين. آه، بس طبعا انا مين عشان اغير الوضع ده؟ او اي حد زي مين عشان يغير الوضع ده؟ طول ما الحسالة دي موجودة على الانترنت في ناس كتير قوي هتتشوش وهيغيروا فكرهم وهيدمروا فكرهم. لان في ناس كتير، يعني هم ايدل بالنسبة لناس كتير، بالنسبة لجيل طالع، بس هما مش بيعملوا حساب ده. يعني هما مش بيفكروا في ده. انا يخصني ايه عشان انتي توثقي لحظاتك ما بينه وبين ربنا؟ ده موضوع. الموضوع التاني بقى ان في الفترة الاخيرة في واحدة ست بتطلع، هي بتغسل الموتى. اوكي، فبتطلع تحكي هي بتشوف ايه، او ايه اللي بيحصل للناس اللي هي بتغسلهم، وبتقول تفاصيل دقيقة جدا جدا جدا. والموضوع يعني بجد بجد الواحد يعجز عن الكلام او يعجز عن وصفه. هم ربنا سترهم وماتوا وحاجات كتير. المفروض ان انتي كواحدة ست واقفة بتتكلمي او واقفة بتغسلي حد ميت،
ومريتي بأي لحظات وشفتي أو عاصرتي لحظات معينة مع الشخص ده، يعني لازم تستري. في حاجة اسمها ستر. احنا ما عادش عندنا ستر، ما عادش عندنا ستر في اي حاجة خالص. بجد والله العظيم انتوا بتخلوا الواحد يخرج عن شعوره، وبتخلي الواحد ما عندوش كلام. يعني الكلام، انا لما بشوف الفيديوهات دي ولما بقعد اتفرج على السوشيال ميديا واسمع الناس بتتكلم ازاي، اقول احنا فين؟ ساعات بحس ان القيامة قربت، لان الناس كلها بقت عندها الذعر ان هي تطلع على الانترنت وتنتشر بس، لكن مش بيفكروا في اي حاجة تانية. لا بيفكروا في حرمة ربنا، ولا بيفكروا ان ربنا ستر البني ادم ده، ليه احنا كمان ما نسترش؟ ولا بيفكروا ان هم موجودين في مهنة معينة لها حرمتها ولها خصوصيتها ولها ان انت لازم تحافظ على اسرارها. ممكن يكون علشان شغلة اللي بتغسل دي مش زي الدكتور مثلا، بس طبعا في بلاوي كمان على الدكاترة. بس الدكتور مثلا لما بيطلع من مستشفى اللي هي الطب او كلية الطب، سوري، بيحلف اليمين، صح؟ ففي حاجات كتير ما ينفعش ان هو يتغطاها يعني، او يعديها يعني. لكن لما تكون الست ان هي شغالة ان هي تغسل الموتى، طبعا هي ما عندهاش يمين تحلف عليه. بس انتي بتعاملي ربنا. اللي انتوا بتعملوه ده بجد 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 ملوش تفسير بصراحة. يعني حتى ملوش لو هنيجي نحط عليه نعمله هو معناه ايه، او ملوش معنى. اتقوا ربنا. اللي انتوا بتروحوا تحجوا له، او اللي انتي مثلا بتقفي عشان على غسل واحدة ميتة، ربنا سترها، وربنا ستر كل اللي هي عملته، وانتي بتطلعي تفضحيها بعد ما ماتت. فكروا في اللي انتوا بتعملوه. والناس اللي بيسمحوا او البرامج اللي بتسمح للناس اللي زي دي تطلع فيها، يا جماعة والله العظيم ارحمونا، وارحموا الناس اللي ماتت اللي مش عارفة تدافع عن نفسها. يعني حتى الموتى لهم حرمة، احنا لازم نحافظ عليها. دول كانوا موضوعين مضايقني شوية، فاضطريت ان انا اعمل فيديو النهاردة اتكلم عليهم، مع ان انا كنت ناوية ان انا ما اتكلمش على اي حاجة في مصر وماليش دعوة باللي بيحصل في مصر. بس في حاجات بتضطرك غصب عنك انك تتكلم فيها. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، واستنوني فيديو جديد وحوار جديد من النرويج الى مصر.